أول خبر معانا: دعوة لإسقاط الجنسية عن ساويرس بسبب قضية التخابر لصالح إسرائيل وتصريحاته للاستقواء أو تصريحاته للاستقواء بالخارج. أقام أمس المحامي نبيه الوحش دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 12772 ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء لإسقاط الجنسية المصرية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال الوحش في دعواه: يستبين ويتضح لأي مصري وطني غيور على بلده أن نجيب ساويرس عار على مصر، لأن تصرفاته وتوجيهاته وتصريحاته وأفعاله تضر بالمصالح العليا للبلاد وبالأمن القومي المصري، وأنه غير جدير بالتمتع بالجنسية المصرية التي لا تدانيها جنسية أخرى. وأضاف الوحش أن الطامة الكبرى ظهوره على حقيقته أنه يعمل جاسوسا لصالح الكيان الصهيوني ولصالح الولايات المتحدة الأمريكية باعترافات بشار الجاسوس الأردني المتهم في قضية التخابر، واعترافات أغلب الفنيين الذين سئلوا في التحقيقات واعترفوا بأن الأبراج التي تم إنشاؤها في رفح تمت بتعليمات من نجيب ساويرس، بل إن توجيه إرسال هذه المحطات وبثها بداخل الكيان الصهيوني بعمق 10 كيلومترات تم بتوجيهات وأوامر من نجيب ساويرس. وأكد الوحش في دعواه أن من بين الأدلة التي تؤكد عمله لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الإرهابية إقامته لشبكات المحمول الخاصة به داخل العراق بعد الغزو الأمريكي، وداخل أفغانستان بعد أن سيطرت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية المعروفة بعدائها للأمريكان، والجزائر المعروفة بزيادة عدد الإسلاميين حتى يتم التنصت على ما يدور بداخل تلك البلدان لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وأضاف الوحش في دعواه أن ساويرس وشقيقه اشترك مع مكتب بيكر وماكنزي اليهودي في تأسيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي قام ببيع وخصخصة 156 شركة قطاع عام وبيع بعض البنوك التي كانت سببا رئيسيا في تدمير الاقتصاد المصري، وكان هو وعائلته أكبر المستفيدين من الخصخصة بشرائهم لإحدى شركات الأسمنت وبيعها لمستثمر يهودي. في نفس الشأن الحقيقة دعوة قضائية تطالب بإقصاء ساويرس من الاستشاري وعدم استخدام خطوط موبينيل. أقام عصام خليل المرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالقاهرة برود الفرج والساحل دعوة قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الأربعاء طالب فيها بإلغاء المجلس الاستشاري وعدم استخدام خطوط شركة موبينيل للوزراء ورجال الدولة لاختراقها من قبل المخابرات الإسرائيلية وإلغاء عضوية نجيب ساويرس. الموضوع ده مهم جدا على فكرة، الموضوع ده مهم جدا، إنه النهاردة طالما حصل لغط على انه في تجسس، وانه زي ما قلنا انه اي انسان مستثمر سمارت عنده مخ بيستثمر في مكان امن، انما لما يروح يستثمر في العراق وفيها غزو وافغانستان وفيها غزو وكوريا الشماليه وفيها قلق والجزائر وفيها قلق ويستثمر هناك يبقى في مصلحه. اي حد ساذج لازم يفهم ان في مصلحه من ورا الكلام ده. فالنهارده لما يكونوا الوزراء بيستخدموا موبينيل في اجتماعاتهم وتوصياتهم وافكارهم واطروحاتهم وكلامهم واتصالاتهم، احنا قلنا امريكا عامله برنامج ايشلون ده، انما اتمنى ان يكون في حاجه تقدر تعمل لنا ديفنس ضد هذا البرنامج، انما ان يتم الاختراق كده رسمي زي ما هيتم اختراق مجلس الشعب ببعض الناس اللي الواحد شاكك فيهم شويه، اللي هيبقوا على طول السفاره الامريكيه بتكلمهم رايحين جايين يعني. واضاف مقيم الدعوه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري ان نجيب ساويرس ضد الثوره ولا يهتم بدم الثوار، ويقوم بتحريض الدول الأجنبية على التدخل في شؤون مصر وبالأخص التدخل في الانتخابات، بالإضافة إلى حصوله على تسهيلات في ترخيص شركة موبينيل واتهامه هو وشركته بالتجسس. الخبر الثالث أو الثاني